عمل اللي محدش غيره عمله، ضرب أول صاروخ عربي على تل أبيب. خليني أحكي لك القصة. في سنة 1991 صدام حسين عمل اللي محدش كان يتخيله، بس قبل كده بشوية في أغسطس سنة 1990 العراق دخلت الكويت والدنيا كلها ولعت. أمريكا راحت لما تحالف دولي عشان تطرد العراق من الكويت، وصدام حس إن الكل بيحاصره فقرر يهدد العالم بحاجة تهزهم كلهم. لو العراق اتهاجمت هندك اسرائيل بصواريخ، والناس افتكرت انه بيهول الموقف. لكن في ليله 17 يناير سنه 1991 اول يوم في عاصفه الصحراء والقصف شغال على بغداد، صدام نفذ تهديده فعلا. صواريخ سكود عراقيه طارت فوق الدول وضربت تل ابيب لاول مره من سنين طويله. الناس هناك كانوا مش مصدقين، ده اول صاروخ عربي يوصل جوه اسرائيل. لكن الموضوع ما وقفش هنا، العراق ضربت حوالي 39 صاروخ سكود على تل ابيب وحيفا خلال كام اسبوع. ما كانتش صواريخ دقيقه، لكنها كانت مرعبه نفسيا على اسرائيل واوروبا كلها. ليه؟ لان صدام كان كاسب تعاطف الشارع العربي بشكل مش طبيعي وقتها. الصواريخ ما اسقطتش طيارات ولا احتلت اراضي، لكنها كانت لحظه تاريخيه، لحظه نادره لما العرب شافوا حد ممكن يوجع اسرائيل بجد. وكان اسم صدام وقتها بيتقال بكل فخر في كل شارع من المحيط للخليج.